الأسطورة الحية يوهان كريف، إفريقيا العرب والجزائر. ساحر وسط الميدان، رمانة الميزان والدينامو والقلب النابض لمحاربي الصحراء رامي الزروقي. وجوده في القائمة كوجوب وجود الملح بالطعام، زروقي السر الخفي واللغز المحير والكنز الذي لم يعرف عنه الجزائريون أي شيء. كل أسطورة ولاعب هو مروض للكرة المستديرة، إلا رامي الزروقي فهو مروض 48 مليون جزائري. سؤال مثير للدهشة والغرابة: ما الذي يراه جمال بلماضي وحتى فلاديمير بيتكوفيتش فيه ولا يراه 48 مليون جزائري؟ من صحافة، محللين، معلقين، مثقفين، وحتى الناس البسطاء. أي سحر وأي علم يقدمه على أرضية الملعب. لاعب يلعب دون روح، لا يملك لا المهارة الفنية ولا التقنية، لا يتميز بالسرعة، ثقيل في تحركاته وبطيء في استخلاص الكرة، لا يساهم في بناء اللعب وحتى المشاركة في الهجوم وخلق الزيادة العددية، إضافة لارتكابه أخطاء قاتلة في المنتخب كلفتنا أهدافا في مرمانا مرات عدة. لاعب ينشط لسنوات في المنتخب وفي الدوري الهولندي المتوسط المستوى، ولم يستطع حتى إثبات نفسه في نادي فاينورد روتردام الهولندي الذي يلعب له زميله أنيس حاج موسى، وعاد إلى ناديه تيفنتي العادي. أي إبداع وأي حلول يقدمها هذا العاهة في وسط الميدان. كسروا رؤوسنا بأنه لاعب تكتيكي على أعلى مستوى. أين هذا التكتيك الذي في كل مرة يلعب في وسط الميدان يكون الوسط مشلول وغائب ولا يقدم لا أدوار لا دفاعية ولا هجومية؟ كلامي هو كلام 48 مليون جزائري ما عدا بلماضي وبيتكوفيتش. والسؤال المطروح والذي يجول في ذهني دائما وخاطري وأريد إجابة منكم مقنعة: ماذا يرى بلماضي وبيتكوفيتش فيه ولا يرى 48 مليون جزائري؟ سلام.